السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد غنتكلموا فيه على المقابلات اللي غتجرى هاد اليوم. نقوموا بالتحليل ديال المقابلات. الا وصلك الفيديو ما تنساش تابونوا معنا في القناة، دير شي لايك للفيديو، شي كومونتير حفزنا، وعلى بركة الله نبداو الحلقة. ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي، عليها المقابلة الثالثة واللي غتكون المقابلة الأخيرة المبرمجة يوم الاثنين غتجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب أنغولا، اللي كيتواجدوا في نفس المجموعة مع منتخب بوركينا فاسو ومنتخب موريتانيا. غنبداو بمنتخب أنغولا. منتخب أنغولا اللي مصنف 117 في التصنيف ديال الفيفا. أبرز النتائج ديالهم في كأس إفريقيا فهما تأهلوا للربع النهائي سنة 2008 و 2010. ما لعبوش مقابلات ودية قبل كانوا عندهم جوج مقابلات في إقصائية كأس العالم في شهر 11 أمام جزر موريس والرأس الأخضر، انتهوا بالتعادل 0 لمثله. أبرز اللاعبين عندهم فهما حارس المرمى نيبلو اللي كيمارس في الدوري المحلي رفقة بريميرو دي أغوستو أنغولي. بالإضافة اللاعب اللي كيلعب في خط الدفاع اللي هو كاسبير، مدافع اللي كيمارس في الدوري البرتغالي رفقة إستريلا أمادورا. واللاعب فريدي اللي كيلعب في وسط الميدان كيلعب في الدوري التركي. زائد اللاعب مابولولو اللي كيلعب في الدوري المصري رفقة الاتحاد الاسكندري. المدرب هو البرتغالي بيدرو، 47 سنة، ما عندوش تجارب، فهو درب فقط المنتخب أنغولي تحت 17 سنة و20 سنة. من بعد خدا يعني تولى مأمورية ديال تدريب المنتخب الأول المنتخب الأنغولي. منتخب أنغولا كيبقى منتخب عادي، يعني ما عندوش شي لاعبين كبار. كنظن انه ما يقلقش منتخب الجزائر. كنظن الهدف ديالو فانه على الاقل يكون في المركز الثالث ضمن احد الثوالث ويستطيع انه يتاهل في المجموعه. كنظن انه يقدر يكون منها متاهل ثالث. غنمشيو لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر اللي مصنف 30 عالميا. افضل الانجازات ديالو في كاس افريقيا هي الفوز باللقب سنه 1990 و 2019 رفقة جمال بالماضي. من بعد لقب 2019 الجزائر تراجعت إقصاء مبكر من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2021، عدم التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، والإقصاء اللي كان أمام الكاميرون. وكنا كنتذكروا إنكابي والهدف الشهير في الشباك ديال الجزائر في آخر الدقائق من بعد ما كان الجزائر مؤهل، لدرجة أن الجماهير بدات كتخرج الشوارع وتحتفل. لاعبي الجزائر داخلين هذا الكأس وعينهم على اللقب باش يتصالحوا مع الجمهور ديالهم. منتخب الجزائر داخل كأس إفريقيا بنتائج جيدة، لا في المقابلات الودية ولا على مستوى الإقصائيات ديال كأس العالم. فهو متصدر المجموعة ديالو في إقصائيات كأس العالم ب6 نقاط من فوزين. لعب 2 مقابلات ودية قبل كأس إفريقيا أمام بوروندي وموزمبيق، فوق أمام بوروندي ب4-0 وأمام طوغو 3-0. أبرز اللاعبين عند الجزائر فهما عمورة، لاعب اللي كيقدم أداء جيد في بلجيكا بالإضافة للبسبعيني مع بروسيا دورتموند. عيسى مندي اللي كيلعب مع فيا ريال في الدوري الإسباني، ورياض محرز رفقة الأهلي السعودي. والمعول عليهم لقيادة المنتخب في الكأس للذهاب بعيدا، ولما لا إحراز اللقب. المدرب جمال بالماضي مدرب غني عن التعريف، المدرب اللي كان عنده تجربة في الدوري القطري رفقة مجموعة من الأندية. التجارب اللي كانت ناجحة. من بعد التحق بمنتخب الجزائر سنة 2019 استطاع أنه يأخذ معهم كأس إفريقيا اللي غتبقى يعني كنظن من أفضل الإنجازات ديالو في المسار التدريبي. النقطة اللي غتبقى لي سوداء في المسار ديالو هو عدم التأهل لكأس العالم 2022 اللي كان على أراضي عربية بقطر. المونديال اللي كنتذكرو تألق فيه المغرب ووصل نصف النهائي ديال كأس العالم. مدرب اللي صراحة ممتاز، مدرب يعني اللي عنده يعني الطريقة ديالو في التدريب لا في التصريحات ولا في العمل ديالو، فهو صارم داخل هذا الكأس باش يحقق إنجاز آخر رفقة الجزائر. هذه المقابلة كنظن أنها غتكون لصالح الجزائر، بحكم أن منتخب أنغولا ماشي داك المنتخب اللي
اللي يعني يقدر يقلق المنتخب الجزائري بحكم فوارق على جميع الأصعدة، لا على المدرب ولا على مستوى اللاعبين. فكنظن أن النتيجة غتكون لصالح المنتخب الجزائري وتقدر تكون نتيجة عريضة. كنتوقع أن المقابلة غتنتهي ب3-0 لصالح منتخب الجزائر. هذا الشيء اللي كان اليوم. لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك للفيديو، دير شي كومونتير حفزنا. ما كنتيش مابوني معنا في القناة ابونا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.